وقيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. جزاك الله خير شيخ أحمد، بارك الله فيك. قراءتك تعليمية يا شيخ أحمد، ما شاء الله عليك. أنت تقف وقفات صحيحة ومخارج حروف في غاية الروعة، كذلك أحكام التلاوة. ما شاء الله عليك يا شيخ أحمد وبارك الله فيك، ونحن سعداء أنك تشترك معنا في هذا البرنامج. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم امين يا رب العالمين. حبايب قلبي عاملين ايه من مصر ومن خارج مصر؟ بتمنى تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين. طبعا حبايبي عارفين رمضان شهر الخير كله والكرم. قبل ما نبدا الفيديو متنسونيش بدعوه حلوه من قلبكم ولايك وشير وتفعيل زر الاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. الفيديو ده طالع من الامارات، هستنى اشوف هتوصلوا كام لايك وهتزودوا الاشتراكات في القناه ولا لا، فضلا وليس امرا. النهارده هعمل معاكم بقى محشي. انتوا عارفين ان رمضان بيحب المحاشي عامة يعني. ومعايا هنا كمان عملت لحمة كباب حلة. هتلاقوني على طول في اكتر الفيديوهات بعمل الضاني كباب حلة، بس ده احسن طريقة تاكلي بيها اللحمة الضاني. هنا زي ما انتم شايفين معايا بصل على النار، بصلتين كبار حمرتهم بالشكل ده. هنزل عليهم بقى بمعجون صلصة احمر علشان الطماطم عندي مش حمر قوي. ودي هنا لحمه تانية جزاري. طبعا هنا انا شوحت الفلفل بصل طماطم، وطبعا ضفت لها فص ثوم زي ما انتم شايفين كده. حطيت اللحمه تتشوح معايا ما شاء الله، اللهم بارك. الريحه طالعه جميله. بهارات فلفل اسمر، ملح، ورق لوري، حبهان بالشكل ده. طبعا انا عندي الفلفل الاسمر متبهر كامل عليه التوابل بتاعته. هنا بقى انزل بمعجون الصلصه بسم الله بالشكل ده. كده يا حبايبي هديله تحميصه بس كده مع البصله، وبعد كده انزل بعصير الطماطم عندي. طبعا عصير الطماطم حتى مع فلفل اخضر احمر وانا بضربه في الخلاط. كده يا حبايبي بالشكل ده. هنزل بقى معاكم بعصير الطماطم بسم الله الرحمن الرحيم. ومش بس كده، برجع تاني اقطع بصل مكعبات، بصلتين برضو كبار، احط عليهم كمون وملح فلفل اسمر وكزبره وشطه وادعكم كويس. وبعد كده بنزل عليها البصله نيه علشان المحشي بتاعي يبقى برد ما يعملش حرقان في الصدر. هنا معاكم اللحمه اهي بقى، هدي عليها النار خالص تاخد وتدي مع نفسها، اغطي عليها. دي يا حبايبي هنا البصله معايا النيه، عليها كمون كزبره فلفل اسمر شطه طبعا وملح. ادعكم بقى كويس وانزل بهم في الصلصه بتاعتي كده يا حبايبي بالشكل ده. بعد ما دعكناها كويس تعالوا بقى هنا ننزل بقى في الصلصه بسم الله الرحمن الرحيم. سيبها بقى تتسبك. هنا بقى حبايبي حطيت الزيت على النار عشان احمر الكوسه. وطبعا لو انت حابه تعمليها نيه من غير تحمير، انا بحمرها يعني بديها لون بس. تحشيها عادي وتحطيها في الصينيه بعد ما تستوي تحمريها في الفرن. كده معاكم الزيت على النار اهو.
كمان اللحمة الضاني واللحمة الجزاري. معايا كمان هنا الكوسة زي ما شايفين مجهزاها معاكم اهي، قشرتها غسلتها وقورتها. يا حبايبي كده بنديها شايفين حمر خفيف كده، وبعد كده بنطلعها. ده معايا هنا بقيتها اللي لسه بتتحمر، وهنا الرز كمان معايا، هنا الثوم كمان، فلفل احمر. نزلت هنا بكوبايه ميه على اللحمه الضاني بعد ما تشوحت تمام ونشفت. هنا اللحمه الجزاري زي ما شايفين، حطيت هنا كمان بقيت الكوسه تتحمر. هنا كمان الصلصه ما شاء الله. هنا معايا الكزبرة والشبت. ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك. كده الصلصة استوت معايا بقى. هبدأ بقى انزل بالرز. وهنا طبعا قطعت الكزبرة والشبت، ومعايا هنا الكرنبة بعد ما سلقتها وقطعتها لفها على طول. هنا حبايبي بقى نزلت بالرز على الصلصة والحباش بتاعي اللي انا مقطعاه، وهنا التومة مع الفلفل. هقلب بقى الرز بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده. طبعا لما بشوحه على النار بديله تشويحة، لو في اي مية بتنشف يشرب معايا الصلصة كويس. فهنا والشفا يا رب. ان شاء الله هتجربوا المحشي بتاعه وباذن الله يعجبكم. بس ما تنسوش دعمكم للقناة. الله الله على الريحة ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. هبدأ بقى احشي الكوسة واوريها لكم بعد ما احشيها، والف برضو ورق كرنب. هنا بقى يا حبايب قلبي حشيت حلة الكوسة كده بالشكل ده. هولع عليها بقى، ازودها واولع عليها. ودي معاكم ما شاء الله حلة المحشي، ازودها بقى عشان تستوي معايا. يا حبايبي بعد ما تزودها بقى اغطي عليها علشان تستوي. وهنا ما شاء الله محشي الكوسة تردد معايا وزي ما انتم شايفين. سيبها بقى تردد براحتها على ما المحشي يغلي. الصلاة على النبي بزيادة، داخل علينا الحسادة. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. شايفين يا حبايب قلبي معكم المحشي اهو ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا بقى بسيبه يتردد جنب محشي الكوسة. لسه سايباها برضو، بسيبها أول ما بتغلي بوطي عليها بقى تاخد وتدي مع نفسها لحد ما تنشف خالص وتستوى بألف خير. اللحمة الضاني بعد ما استوت طبعا نقلتها في حلة فويل مونتال عشان بقى نروح نفطر عند صاحب نصيبه النهاردة. هنا ما شاء الله المحشي اهو يا حبايبي. هنا كمان الكوسة. متنسوناش بدعوة حلوة من قلبكم واللايك والشير وتفعيل زر الاشتراك عشان يصلكم كل جديد ان شاء الله.